المدارس على الابواب والكلاب ماليه الشوارع. طب اعمل ايه عشان ولادي يعرفوا يوصلوا المدرسه من غير ما يتاذوا من كلاب الشوارع؟ هقولك انا، بس ركزي معايا. علميه انه لو شاف كلب في الشارع ما يجريش ولا يصرخ، خليه يمشي طبيعي خالص. صعب، ايوه طبعا صعب، بس معلش طمنيه ان بكده الكلب هيطمن ومش هيجري وراه. اصل الكلب بطبيعته بيحب الجري، فانت كده لو جريت ما انت كده جيت في ملعبه. علميه انه ما يحاولش يلمس اي كلب حتى لو هادي. علميه انه ما يرميش حجارة على اي كلب، لانه بكده بيخليه عصبي وممكن قوي يهجم عليه. يا ريت لو تخلي ابنك يمشي مع مجموعة من اصحابه وهو رايح المدرسة، ده هيديهم ثقة اكتر ويخلي الكلاب ما تقربش منهم. علميه بلاش يمشي في الاماكن المهجورة او في الشوارع الضلمة، لانها بتبقى اكتر اماكن فيها كلاب. طب لو حصل وقابل خطر حقيقي والكلب فعلا شكله عدواني وبيهاجم، خليه يدخل في أي مكان قريب، مدرسة، محل، بيت، لحد ما الكلب يسيبه ويبعد. أصل الكلب مش قصده هو بالذات، هو الكلب بيهاجم وخلاص. وبس كده. دول كانوا 6 نصايح حبيت أقولهم لك، يا ريت بقى تعلميهم لولادك عشان يعرفوا يحموا نفسهم من كلاب الشوارع بإذن الله. كنت معكم دكتورة لمياء فؤاد، إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بأسوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.